عمرك حسيت إنك في لحظة كلمة منك ممكن تغير حياة ناس بالكامل؟ كلمة واحدة تبني بيت أو تهده فوق دماغ أصحابه. أنا طبيبة، والموقف ده عمره ما هيمسح من ذاكرتي. في يوم عادي جدا دخل عليا شاب وزوجته العيادة. من أول ثانية حسيت إن في مشكلة كبيرة. الزوج ملامحه متوترة، صوته عالي وكأنه مش قادر يسيطر على أعصابه. يا دكتورة، أنا لازم أعرف الحقيقة دلوقتي. أما الزوجة كانت قاعدة قدامي زي طفلة مكسورة، عينيها مليانة دموع وإيدها بترتعش وهي ماسكة طرف هدومها. بدأت أعمل الكشف الطبي، وكل ما بعد ثانية التوتر بيزيد. خلصت وساعتها فهمت السبب. الزوج شاكك ومضطرب وعينه كلها أسئلة. الزوجة شبه منهارة. فجأة بصت لي وقالت بصوت مبحوح ودموعها نازلة: أرجوكي، حياتي كلها في إيدك، كلمة منك ممكن تدمرني. الكلمة دي كسرتني، حسيت إن الحمل كله اتنقل ليا. أنا مش بس طبيبة في اللحظة دي، أنا الحكم، أنا الشاهد على مصير بيت كامل. ضميري بيقول لازم أقول الحقيقة زي ما هي، لكن قلبي شايف قدامي إنسانة ممكن تنهار حياتها بكلمة. الجو كان متوتر جدا. الزوج سايب عينه عليا مستني مني كلمة واحدة، والزوجة عينيها بتبصلي وكأنها بتترجاني من غير صوت. الثواني كانت بتمر تقيلة جدا، كأن الوقت وقف. بدأت أسأل نفسي، هل أقول الحقيقة كاملة حتى لو النتيجة طلاق وانهيار بيت، ولا أحاول أهدي الموقف وادي فرصة إنهم يكملوا حياتهم؟ لحظة قرار صعبة، من أصعب لحظات حياتي كلها. اتنفست بعمق وبصيت للزوج وقلت له: بص، في حالات طبية كتير ممكن تسبب التباس، ومفيش داعي تقلق أو تستعجل بالحكم. الموضوع أهدى بكتير مما أنت متخيل. الكلام ده وقع عليه زي المية الباردة. ممكن تقول ارتاح، ملامحه اتهدت. أما الزوجة دموعها نزلت بغزارة، لكن المرة دي دموع ارتياح مش دموع خوف. كانت بتبصلي كأنها بتقول: أنقذتني. خرجوا من عندي وأنا فضلت قاعدة مكانهم، جوايا صوتين بيتخانقوا. واحد بيقول لي: أنتِ كدبتِ وخنتِ ضميرك كطبيبة، والتاني بيقول لي: أنتِ أنقذتِ إنسانة من الانهيار واديتِ فرصة لبيت إنه يكمل. من يومها وأنا عمري ما نسيت الموقف ده. كل مرة أبص في المراية أتذكر إن الكلمة اللي بطلعها من فمي مش بس جملة، الكلمة ممكن تغير مصير، الكلمة ممكن تبني حياة أو تنهيها. دلوقتي السؤال ليكم يا جماعة، لو أنتم مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟ هتقولوا الحقيقة مهما كانت عواقبها، ولا هتحاولوا تحموا حياة إنسانة حتى لو ده معناه تخفوا جزء من الحقيقة؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو القصة شدتكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل القصص الجديدة أول بأول.